أهلا بيك في سلسلة حلقات سألنا الذكاء الاصطناعي وقال. في الحلقة دي بقى سألناه: يا ذكاء اصطناعي، انت جاي عشان تاخد الشغل من البشر؟ خلاص كده هتقعدهم في البيت وانت اللي هتحل محلهم؟ وساعتها رد عليا وقال لي: بص يا روان، الموضوع ده مثير للجدل، بس خليني أقولك على حاجة. بعض الخبراء قالوا إن أنا كذكاء اصطناعي هسحب السجادة من تحت العمال وهقضي على كل الوظائف. بس في نفس الوقت مجموعة تانية من الخبراء قالوا أصلا الذكاء الاصطناعي هيخلق وظائف جديدة هتعوض أي خسارة في الوظائف القديمة. بس خدي رأيي أنا بقى كذكاء اصطناعي، من احتمال إن الحاجتين يحصلوا سوا، لكن أهم حاجة إن إحنا نتأكد إذا كانت الناس أصلا مستعدة للتغيير اللي بيحصل ده ولا لسه. هل الناس دي عندها مرونة إن هم يتعلموا كل جديد؟ أصل خلي بالك دي الوسيلة الوحيدة عشان ينجحوا في عالم الروبوتس. قلت له: كلامك منطقي، بس برضه ليه الناس خايفة منك للدرجة دي؟ قال لي: الناس خايفة مني عشان أنا أقدر أعمل حاجات كتير بسرعة وبدقة عالية جدا وبتكلفة أقل من البشر بكتير. بس خلي بالك ده على مستوى الشغل الروتيني اللي هو بيبقى عايز دقة عالية، زي مثلا إدخال البيانات، خدمة العملاء، أو الشغل في المصانع. وكل ما كنت أنا كذكاء اصطناعي متطور أكتر، كل ما هزيح وظائف أكتر في المصانع. ده لو إحنا بنتكلم عن الرأي الأولي. بس تاني رأي أنا بصراحة معاك، لأن أنا هنشئ وظائف جديدة ما كانتش موجودة. الله، هو مش انا كذكاء اصطناعي محتاج ناس تبرمجني؟ مش محتاج ناس تعمل لي صيانه؟ اقول لك كمان على سر، انا ماليش في الابداع ولا التعاطف، فالوظائف اللي هتبقى محتاجه دول لازم هتحتاج المهارات البشريه الفريده. وكمان خدي عندك دي، مش انا لو اشتغلت في وظيفه انا والبشر سوا، مش ده ممكن يساعد على نمو الانتاج؟ وبالتالي ده هيدعم الوظيفه، مش هيخلينا ان احنا نستغنى عنها. بصي انا هجيب لك من الاخر. بشكل عام كده صعب ان انا اتنبأ بالظبط باللي هيحصل او اعرفك ازاي انا هأثر على الوظائف في المستقبل. حتة ان انا اخد منهم الشغل واقعدهم في البيت، بصراحة دي مش بتاعتي، هي ليها عوامل تانية كتير، زي مثلا معدل التقدم التكنولوجي، القرارات اللي هياخدها صاحب الشركة او المسؤول اللي بيحط القوانين، وكمان وركزي على الحتة دي، قدرة العمال ان هم يشتغلوا مع التقنيات الجديدة. بس كده خلاص انا ورايا شغلي، باي باي.